ازيك يا محمد؟ إيه الاخبار؟ حبيبي ابو حميد، كل الحمد لله سنه وانت بخير. طيب، رمضان كريم عليك. وانت طيب يا حبيبي احنا بخير يا هنا في رب، اللهم برنامج امين. بروكر كاست، بنقدم محتوى ان احنا كل يوم بيكون معانا مطور بنتكلم معاه اكتر عن تفاصيل الشركه وايه الانفنتوري المتاحه ومين هي الشركه وبتقدم ايه بالظبط في الماركت. فعايزين نجاوب اجابات تكون ملمه فعلا بكل تفاصيل الشركه، بعيدا عن الاسئله بقى اللي هي العامه دي. عايزين كل ما يخص شركه القرن. ان شاء الله. باذن الله نقدر نقدم دوت وتقدر انت تساعدني في ده. ان شاء الله هنقدر، انت دايما مميز في الحته دي، وان شاء الله اقدر اساعدك بقدر الامكان ربنا يعني. يبارك لك يا رب. طيب مين هي شركه الكرنك وبتقدم ايه في الماركت؟ طيب بص، احنا شركه الكرنك، احنا شركه من 1993. احنا مش شركه بادئه النهارده، احنا بقالنا اكتر من 30 سنه في مجال التطوير العقاري. صاحب الشركه هو المهندس محمد حسن عبد الفتاح الباشا، خريج هندسه سنه 86. فاصبح ان احنا بنتكلم عن حد ابن المجال، متخصص علميا ومهنيا. احنا مسلمين اكتر من 49 مشروع سكني في اسكندريه بواقع حوالي 8400 وحده سكنيه، غير طبعا مشاريعنا اللي في التجمع او اللي هنتكلم عنها ان شاء الله، اللي هيجينا عشان النهارده في زايد. طيب قول لي ايه مشاريع الشركة الموجودة دلوقتي اللي احنا بنبيع فيها او فيها مبيعات دلوقتي للشركة، وفين اماكنها بالظبط وبتقدموا فيها ايه بالظبط؟ تمام، بص احنا بعد ما قدمنا نجاح كبير جدا بفضل الله في اسكندريه، اتجهنا بعد كده للتجمع الخامس. عندنا كوميرشال ممتاز قوي، هو بيزنس هاب ممتاز قدام جيت فور الجامعه الامريكيه. الكوميرشال ده عباره عن حوالي 5 فدان، كله رنت بس مفيش فيه اي حاجه للبيع خالص. وربنا وفقنا الفتره اللي فاتت، عملنا سيلكشن خطير، مأجرين فيه لاسامي كبيره جدا عندنا زي الفطيم، كارفور، العزبي، واسامي تانية كتير من براندات مختلفه يعني. حلو ده. وبعد كده، بعد ما قدمنا النجاح اللي في التجمع ده، اتجهنا طبعا لاهم منطقه في وسط، اللي هي الشيخ زايد. اللي هي الشيخ زايد، انا دايما بحب اقول عليها اوريجينال زايد. خدنا فيها ارض حوالي 20 فدان، جبنا اقوى استشاري هندسي موجود في الماركت، وعملنا اقوى واحلى ماستر بلان موجوده في الشيخ زايد القديم. وده طبعا عباره عن كومباوند سكني 20 فدان، صافي بالظبط بعد الشوارع والكلام ده كله حوالي 18 ونص فدان. بانيين على حوالي 18.5%، ودي اقل نسبه فوت برنت موجوده في الزون اللي احنا شغالين فيها واللي احنا بنبيع فيها. طيب قول لي يا محمد، ايه اللي خلاني اشتري مع شركة الكرنك وما اشتريش مع مطور تاني؟ بص، يعني هي الفكره كلها في الماستر بلان بتاعت المشروع. في مطورين منافسين لينا، هو هدفهم ان هم يرصوا عمارات علشان يطلع باكبر مكسب ممكن او ربح ممكن من الارض بتاعته او من المشروع بتاعه. وده مش اتجاهنا خالص، احنا اتجاهنا اتجاه مختلف خالص، ان احنا بنبني كوميونتي. طب لما جينا عملنا كده، اخترنا استشاري هندسي يقدر ينفذ اللي احنا عايزينه او يقدر ينفذ رؤيتنا. فبناء عليه تعاقدنا مع رائد فهمي. رائد فهمي هو مش مجرد ان هو استشاري هندسي شاطر بيعرف يعمل ديزاين شكلها حلو، لا بالعكس، هو بيعرف يعمل لايف ستايل. فبناء عليه عملنا ماستر بلان مميزه جدا. تتكلم في مشروع حوالي 18 ونص فدان، كثافه سكانيه حوالي 18.5%. يعني مفيش زحمه، مفيش دوشه، في خصوصيه، في كل الخدمات اللي انت ممكن تكون محتاجها. وده بيخلي المشروع بتاعك يونيك، علشان بعد كده انت ككلاينت لما تيجي تشتري. اعرف اعمل ريسيل. بالظبط، ده بيساعدك على الريسيل. فكره ان انت على المستوى بعد 3 سنين او بعد 4 سنين يكون المشروع اتبنى، والمنافس ليه اتبنى، وبان على ارض الواقع الفرق ما بين المشروع ده والمشروع ده، انت هتكون مميز، هتقدر ان انت تعمل ريسيل، تقدر ان انت تنفست في بيتك لو انت واخده انفستمنت يعني. لا وكمان انا عجبني في الماستر بلان بتاعتكم فكرة وجود نادي في الكومباوند، يعني دي برضو مش بالظبط. من كل المطورين قادرين يعملوا حاجة زي كده يعني. بالظبط، احنا في الماستر بلان بتاعتنا مقدمين خدمات هي مش موجوده في مشاريع منافسه لينا. زي ايه؟ زي ان احنا عاملين كلوب هاوس على مساحه 6500 متر، في ملاعب طبعا، كيدز اريا، اندور جيم واوت دور جيم، في بولز. في عندنا طبعا لاندسكيب على مساحه حوالي 14 ونص فدان من اصل 18 ونص فدان، غير الاندر جراوند باركينج ده عاملينه تحت المشروع بالكامل. فكره ان انت عامل اندر جراوند باركينج تحت المشروع بالكامل، فاصبح ان انت مفيش اي كثافه او ترافيك او زحمه فوق في المشروع، انت كله مستخبي تحت الارض. انت تعرف ان انا كسيلز ببقى حابب قوي المشاريع اللي زي كده دي، ليه؟ لان بالظبط. انا بيبقى بالنسبه لي ما بحبش ان المشروع يبقى فيه حته بس كده هي اللي فيو حلو لاندسكيب وبتاع. بالظبط. طب يجي العميل بقى ساعه الشراء ما يلاقيش الفيو دوت في اي حاجه متاحه. لا بالظبط. طب لو المشروع بقى فيه كذا حاجه مميزه في اماكن مختلفه، فبلاقي له بقى وحده هنا او بلاقي له وحده هنا وده المميز عندنا، ان احنا كمان اللي هتلاحظ ان في الماستر بلان احنا المباني بتاعتنا كلها ستاند الون بيلدينج، مش اتاشد ببعض، مش اتاتشد ببعضها. فهتلاقي في المسافات ما بين العمارات بتوصل لحوالي 20 متر ما بين العماره لعماره، فده بيدي كمان خصوصيه رهيبه. غير ان انت كمان عندك كوميرشال ستريب، فانت عندك كل الخدمات اللي انت هتكون محتاجها. غير ان الكومباوند بالكامل هيكون سمارت كومباوند،
وهيكون في طبعا موبايل ابلكيشن تقدر ان انت تتواصل مع شركه الاداره من خلاله. تقدر ان انت تبعت كيو ار كود لو حد جاي لك زياره، لان انت مستحيل حد يقدر يدخل الكومباوند غير الملاك بس. فدي كمان فكره الخصوصيه والامان، ان انت النهارده ما حدش يقدر يدخل غير الملاك، ولو حد داخل هيدخل بكيو ار كود. طبعا، وكمان تودي ابنك او بنتك النادي التمرين وهم جوه الكومباوند، ما طلعوش بره سور الكومباوند. دي برضو بالظبط، ميزه دي بيدور ميزه. عليها عميل كتير قوي في والمسافه الماركت دلوقتي. والمسافه كمان مش كبيره ما بين اخر عماره في الكومباوند لحد الكلاب هاوس، هي لا تتعدى ال 200 متر. فاصبح ان انت مفيش داعي ان انت تخاف ان ابنك ينزل لوحده او بنتك تنزل لوحدها. طيب قول لي يا محمد، مشاريعكم مناسبه اكتر للاستثمار ولا للسكن؟ بص، احنا عندنا الشركه شغاله بمبدا الوين وين سيتويشن. احنا في عندنا ده وعندنا ده. طب مثلا عندنا الكوميرشال بتاعنا اللي في التجمع، هو ده استثمار ممتاز، ولكن ده شويه احنا بنتارجت فيه الاند يوزر، ان احنا المول مبني بالكامل ومتشطب واوبريتد بالفعل. فلو في اند يوزر انترستد ان هو ياجر عندنا حاجه شغاله بالفعل، في عندنا ترافيك عالي جدا هناك في التجمع الخامس. بالنسبه للمشروع اللي في الشيخ زايد، هو لا، كومباوند. ثواني ثواني، بالنسبه للمشروع اللي في الشيخ زايد ايه، احنا عايزين نعرف اكتر عن التفاصيل. المشروع اللي انت قلته لي في التجمع ده، انت النهارده عندك مول متسلم متشطب وبتقدم فيه وحدات للايجار، وكلتني كده قلت لي عندي. لا، انا عايز تفاصيل المول ده، المساحات الموجوده ايه، واسعار الايجارات ايه، وفين اللوكيشن بتاعه بالظبط، وازاي قدرت تاجر للفوتيم. انت مشغل كارفور، فاهم؟ تمام. فالنهارده ان انا لو خدت محل ايجار في اللوكيشن ده، اقدر ان انا اطلع منه عائد كويس قوي. بالظبط. طيب احنا بالنسبه للكوميرشال ده، الكوميرشال ده عباره عن حوالي 5 فدان. ده متشطب واوبريتد بالفعل، مأجرين فيه طبعا لاهم البراند او اهم البراندات الموجوده اللي هو الفطيم. مأجر للادمن بتاعه اللي هي الاوبريشن بتاع الفطيم اللي هي ماف، ومأجر عندنا الكارفور ماركت. حلو. غير ان احنا مأجرين للعزبي، ومأجرين طبعا لاسامي تانية كتير طبعا، مش يعني لو ذكرتها طبعا هياخد معانا وقت كبير. حلو. وفي عندنا متاح طبعا شوروم، متاح عندنا مطاعم، كافيهات، متاح عندنا ادمن، متاح عندنا طبعا دي كلينكس. ايجارات. وطبعا في عندنا سينما لسه لحد دلوقتي ما اتأجرتش، فطبعا لو في حد انترست ان هو باي حاجه باي والحاجات دي بقى ينفع نقول اسعارها ولا في الميتنج بقى ما؟ في الميتنج طبعا، لان هي دي بيكون لها اداره خاصه، لان احنا عندنا شركه الاداره بتاعتنا هي عامله سيلكشن خطير. مش اي حد طبعا بيقدر يأجر عندنا، وبيكون لنا مواصفات معينه في البروفايل اللي يقدر يأجر عندنا. طب حلو قوي. طيب نروح بقى المشروع بيلفا في التجمع في الشيخ في زايد. الشيخ زايد. تمام، بتقدموا ايه هناك وايه فكرة السكن هناك؟ طيب بص، احنا عندنا بيلفا في الشيخ زايد، ردا على سؤالك لما كنت بتقول لي ينفع استثمار ولا سكن، واحنا عندنا بيلفا ده بنقدم فيه الاثنين. هو ينفع استثمار وينفع سكن. اولا ينفع سكن ليه؟ لان احنا بنقدم فيه فكره الهدوء والخصوصيه والكوميونتي الهاديه. ينفع استثمار لان هي اي حاجه في الشيخ زايد هي تنفع استثمار، لان دايما سعر المتر في الشيخ زايد هو دايما في زياده. غير ان الطلب كمان على الاماكن السكنيه في الشيخ زايد دايما بيكون المطلوب اكتر من المعروض، فدايما قيمتها بتزيد. غير كمان ان احنا جنبنا مطورين كبار زي اعمار، زي دره، زي ووتر واي، الكارما، طلعت مصطفى، اورا. الاسامي دي كلها برضو بتعلي الفاليو بتاع المنطقه، اكيد فدايما طبعا. بيكون في زياده. ينفع للسكن، احنا خلاص جاوبنا عليه. وينفع للاستثمار طبعا بعد اللي انا قلته لك ده، هو استثمار طب بحت يعني. لو انا عايز اشتري معاكم بقى، اسعاركم بتبدأ من كام ونظام السداد بيبقى عامل ازاي؟ بص، احنا حاليا اسعارنا يعني ده في وقت تصوير الفيديو، احنا اسعارنا حاليا بتبدا من حوالي 4 مليون ونص. حلو. البيمنت عندنا بتوصل لحد حوالي 10 سنين. 4 مليون ونص دي هناخد بيها مساحة ايه؟ بتاخد بيها 90 متر. 90 متر، غرفتين؟ طبعا بص، احنا مقسمينها بصراحه. التقسيمات عندنا هي كبيره شويه، يعني احنا عندنا الغرفه 90 متر، حلو. عندنا الغرفتين حوالي 135 متر، وفي طبعا 125. في عندنا الثلاث غرف من اول 139 لحد ال 200 متر. فاحنا عندنا المساحات مريحه شويه، فدايما هتلاقي الوان بيد تقدر تقسمها لتو بيد مرتاح. طب وانت ايه اكتر وحدة مناسبة ليك انت كمحمد بتبدأ بيها الميتنج لما بتقعد مع عميل يقول لك انا عايز شقة 3 غرف في الشيخ زايد، تكون فيو كويس في كومباوند حلو، بتقول له خد دي؟ ايه بقى يعني عامل زي واحدة عندك بص، هو الميزه عندنا في المشروع ان في فرايتي في التقسيمات والمساحات والاسعار. فمثلا عندك الثري بيد، انت في عندك بتاع حوالي 4 تقسيمات او 5 تقسيمات. كل تقسيمه ليها الكلاينت بتاعها، او كل كلاينت بيكون ليه النيدز بتاعته، طب بناء عليه حلو ده. بتفهمها وتعرفها تبدا تسكنه في التقسيمه المناسبه ليه. طيب بقى عايز اسألك سؤال تاني. هو انتوا النهاردة شركة ما سلمتش كومباوند قبل كده، تمام. قدرتوا تقنعوا العميل ازاي ان هو يشتري معاكم وانتوا مالكمش سابقة اعمال في ادارة كومباوند؟ يعني اكيد استخدمتوا شركاء نجاح، اكيد استخدمتوا حد ساعدكم في ادارة حاجة زي كده. صح. فقول لي البروفايل بتاع شركاء النجاح بتاعكم حطيته في مين؟ تمام. طيب انا اولا علشان خاطر اضمن ان شاء الله الضمان لله ان المشروع ده ينجح، بيعتمد على حاجتين.
اولا فكره الملاءه الماليه والخبره في الانشاءات، وفكره الديزاينز او التقسيمات الهندسيه والتنفيذ والحاجات دي كلها. احنا عندنا ميكس حلو قوي في الحته دي. احنا كارنك زي ما قلت لك في بدايه الفيديو ان احنا مسلمين اكتر من 8400 وحده سكنيه. فاحنا عندنا النو هاو ان احنا نقدر نبني مشروع وننفذه على اعلى مستوى ككونستراكشن. وعلشان خاطر كنت بتقول انت ان احنا ما سلمناش فكره كومباوند قبل كده، علشان كده تعاقدنا مع رائف فهمي اللي هو اقوى استشاري هندسي موجود في مصر حاليا، اللي هو الاستشاري الهندسي اللي الدوله بتستعين بيه في مشاريعها او ان هي في المدن الجديده، او المطورين الكبار دايما بيعتمدوا عليه. فبناء عليه انا تعاقدت مع رائف فهمي كاستشاري هندسي وتنفيذي علشان خاطر اطلع اقوى واحلى منتج موجود في الماركت حاليا. طيب احنا عرفنا كده ان الاسعار عندكم بتستارت من اول 4 مليون ونص. تمام. طيب انظمة السداد بقى اللي بتقدموها ايه يعني؟ بص، احنا اجمل حاجه عندنا في الشركه ان احنا في عندنا فلكسبيليتي وفي فرايتي كتير جدا في البيمنت بلان. طب في حلو قوي. كلاينت يجي يقول لك انا عايز اقسط على عدد سنين قليل بمقدم قليل. في كلاينت يقول لك لا انا ممكن ازود المقدم شويه وعايز اقسط على عدد سنين كبير. فانت هتلاقي عندنا مقدمات بتبدا من حوالي 400 او 500 الف، وهتلاقي اقساط في بيمنتس تانية بتبدا من حوالي يعني ال 30 4 مليون ونص دول نبدأ من اول 10%. 10% مثلا. وفي تمام. عندك اقساط برضو ممكن تبدا من حوالي 30 في الشهر. ما شاء الله. كومباوند سكني في الشيخ زايد، استشاري هندسه رأي فهمي، فوت برنت 18%، يعني بتتكلم في كثافه سكانيه قليله جدا. بقدم لك فيه طبعا كلوب هاوس على مساحه حوالي 6500 متر، اندر جراوند باركنج تحت المشروع بالكامل. بتتكلم في مشروع فيه كل الخدمات اللي انت محتاجها، هدوء، خصوصيه، شياكه، ب 30000 جنيه في الشهر. طبعا فرصة كويسة جدا. جدا. طيب قول لي يا محمد، ايه اكتر الاعتراضات اللي بتقابلكم من العملاء وبتردوا عليها ازاي؟ بص، هو اكتر اعتراض طبعا اللي موجود حاليا في الماركت اللي هو هل انت هتسلمني في ميعادي، وهل هتسلمني بنفس الديزاين والكواليتي الموجوده في البروشور دي ولا لا. حلو. ده اكتر اعتراض. طيب احنا بيكون ردنا ليه شقين: شق فني وشق تاريخي، او شق اللي هو ليه علاقه بالهيستوري بتاع الشركه. اولا بنعرض الهيستوري بتاع الشركه ان احنا بقالنا اكتر من 30 سنه في مجال التطوير العقاري، ومسلمين عدد يونتس قد المشروع، او قد عدد اليونتس اللي موجوده في المشروع ده حوالي 10 مرات. ليه؟ لان انا مسلم اكتر من 8400 وحده سكنيه. بيلفا كومباوند هو عباره عن 800 وحده سكنيه بس. فانا فكره الهيستوري او فكره الخبره ان انا اقدر ابني دي ان شاء الله باذن الله مفروغ منها. اتفقنا. بنيجي بقى على الشق اللي هو الفني. انا متعاقد مع اقوى استشاري هندسي موجود في مصر حاليا، وعنده هيستوري قوي جدا في فكره الكومباوندز. فانا لما جيت اتعاقدت مع استشاري هندسي مش رخيص وتكلفته عاليه جدا على اي مطور، فبالتالي المنافسين اللي موجودين في المنطقه اللي انا بتنافس فيها مش كله متعاقد مع رائع فهم. فدي نقطه تانية. ليه؟ لان انا عايز اقدم اعلى كواليتي موجوده في الماركت. فباجي مثلا اعرض الهيستوري بتاع رائع فهم منفذ ايه وايه وايه. واحد زي رائع فهم ده ما بيتعاقدش مع اي شركه مطوره، دايما بيخاف يعني على سمعته وعلى الهيستوري بتاعه، لان دي راس ماله. فلو هو مش متاكد ان هو شغال مع شركه عندها ملاءه ماليه قويه، مش متاكد انها تقدر تنفذ، مش متاكد ان هي هتشتغل صح، ما كانش هيقبل ان هو يشتغل معانا. ففكره الهيستوري احنا بفضل الله مسلمين قد المشروع ده 10 مرات. فكره الكواليتي احنا متعاقدين مع اقوى استشاري هندسي موجود في الماركت حاليا، ويعتبر من التوب 1. مش هنقول هو التوب، ولكن هنقول من التوب 10 مثلا، او التوب طيب 5 كمان. هسألك سؤال تاني. احنا النهارده لو انت هتشتري لنفسك، هتشتري في شركة الكرنك ولا تشتري بره؟ بص، هو انا يعني الرد على السؤال ده احنا بالفعل، يعني احنا الاستاف بتاع الشركه كسيلز عموما، يعني احنا شارين بالفعل في المشروع. في كذا حد في الاستاف كده في الاداره شارين في المشروع. ليه؟ لان احنا شايفين الطبخه من جوه عامل ازاي، شايفين الخدمه اللي بياخدها المشروع والكواليتي اللي بيتحضر للمشروع عامل ازاي، وشايفين حجم الاهتمام من الشركه في المشروع ده عامل ازاي. الكارنك ميزتها ان هي مش عايزه تعمل مشروع وخلاص، لا، هو بيبدا المشروع يخلصه وبعد كده يبدا في مشروع تاني، عكس مطورين جدا سمعنا عن، يعني عكس مطورين كتير جدا سمعنا عنهم الفتره اللي فاتت، بيبدا في مشروع واثنين وثلاثه. طب لو احنا هنقول ان انت هتخلص وحدة لنفسك دلوقتي، ايه اكتر وحدة دلوقتي ترفع مميز انت شايفها مميزة عندك في المشروع النهاردة ولسه متاحة، ترفع عليهم سماعة التليفون وتقول لهم انا هخلص في الوحدة دي دلوقتي؟ بص، سؤال محير، لان في زي ما قلت لك من شويه احنا في فرايتي كبيره جدا في التايبس في المشروع، ففي يونتس كتير قوي مميزه. يعني في مثلا عندك يونت 139 متر، دي الوحيده اللي باقيه على النادي، دي خطيره، 3 غرف على النادي، سعرها تحفه. في عندك يونت تانية ارضي 135 متر معاها حوالي 70 متر جاردن، دي 3 بيد برضه على الووتر فيتشر واللاندسكيب، دي خطيره. فبصراحه الاختيارات تحير، ولكن دول
يعني اكتر 2 يونتس انا عيني منهم، يعني ان شاء الله لو جات لي الفرصه هخلص فيهم. باذن الله. طيب اخر سؤال لينا النهارده مع بعض، انا عايز اسالك النهارده لو انا معايا عميل وعايزه اجيبه عندك شركه الكرنك يشتري معاك، ايه اكتر حاجه اظبط عليها اقول له يا باشا دول اللي عملوا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته في 5 دقايق كده اجيبه يامن ويمشي ورايا ويجي الميتنج عندك؟ بص خلينا نقسمهم لشقين، شق هيستوري للشركه وشق ليه علاقه بالسيلينج بوينت اللي في المشروع، هو حلو. هيدفع فلوس في ايه. هنيجي نتكلم على الشركه زي ما كنا بنتكلم انها شركه بقى لها اكتر من 30 سنه في مجال التطوير العقاري. صاحب الشركه رجل اعمال معروف، ومعروف ان هو حد محترم ما فيش عنده بفضل الله اي مشاكل ولا اي حاجه. وشركه عندها النو هاو ومنفذه مشاريع على ارض الواقع. واقرب مشروع نقدر نروحه اللي هو المول اللي في التجمع، ده اقرب هيستوري لينا نقدر ان احنا نبص عليه ونستشف منه قوه الشركه دي عامله ازاي، والملاءه بتاعتها، الملاءه الماليه بتاعتها عامله ازاي. الشق بقى الفني نيجي نخش على المشروع. المشروع هو مساحته كبيره حوالي 18.5 فدان، بنينا على حوالي 18.5%، وده مش العادي في الماركت. معظم اللي في الماركت النهارده بيبني على 30 و35% كفوت برنت. وده بيترجم ليه؟ بيترجم لكثافه سكانيه قليله وهدوء وخصوصيه. بالنسبه للسيلينج بوينت الثانيه في المشروع ان انت عندك اندر جراوند باركنج تحت المشروع بالكامل، فبالتالي انت مفيش زحمه ولا دوشه فوق، كل العربيات هي تحت المشروع. عندك لاندسكيب على حوالي 14 ونص فدان، لان احنا لو هنقول بنينا على 18 ونص في المية، فانت عندك 4% بس مبنيين و14 ونص اوبن اريا. فانت بتتكلم ان انت عايش في بارك، انت مش عايش في كومباوند، انت الكثافه السكانيه عندك قليله. في عندك طبعا نادي على مساحه 6500 متر، فده برضو مش هتلاقيه موجود في المشاريع بنفس التسعيره دي او بنفس مساحه المشروع ده، لان معظم المطورين همهم ان هم يرصوا عمارات وخلاص. فلو انت هتقارن ما بيني وبين مشاريع تانية بنفس الشريحه السعريه، اضمن لك ان العميل هيختار المشروع بتاعي وهيبقى مقتنع بيه جدا. غير ان احنا كمان عاملين كوميرشال ستريب، وعاملين طبعا شوارع جوه واسعه غير اللوكيشن بتاعنا المميز. فالسيلينج بوينت كتير. تمام. انا اتشرفت جدا بيك يا محمد، حبيبي يا وكل حميد. سنه وانت طيب، وانت وان طيب يا رب شاء الله بخير. نكون قدمنا محتوى كويس للناس. ان شاء الله. وباذن الله اي عميل يكون حابب ارقام تليفوناتك هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن ويكلمك دايركت على ان طول. شاء الله على خير. كل سنه وانت طيب يا وانت محمد. طيب يا حميد، شكرا شرفت بيك يا جدا. جميل. تسلم لي.